أبا ذر الغفاري من المسلمين الأوائل. قيل إنه رابع أو خامس من دخل في الإسلام. نشأ في قبيلة غفار، واحدة من أكتر قبائل العرب سمعة سيئة، فأهل هذه القبيلة كان رزقهم من قطع الطريق أو السرقة. سمع أبا ذر عن الدين الجديد اللي ظهر، فعلى طول اتجه لمكة، وكل ما سمع ناس بيتكلموا عن محمد اقترب منهم وشاف الناس دي بيقولوا إيه. وفي صباح يوم اتجه للكعبة، فوجد رسول الله قاعد لوحده، فاقترب منه وقال له: نعمت صباحا يا أخا العرب. فرد عليه رسول الله وقال له: وعليك السلام يا أخا. فقال له أبا ذر: أنشدني مما تقول. فجاوبه سيدنا محمد: ما هو بشعر فأنشدك، ولكنه قرآن كريم. فقال أبا ذر: اقرأ علي. فقرأ عليه سيدنا رسول الله، وأبا ذر بيسمع. وما فاتش وقت طويل حتى هتف أبا ذر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسألوا النبي: ممن أنت يا أخا العرب؟ فرد عليه: من غفار. فابتسم الرسول الكريم ابتسامة واسعة، ومع الابتسامة كان في دهشة وعجب. وقال سيدنا رسول الله: إن الله يهدي من يشاء. وده كان بسبب السمعة السيئة المعروفة عن كل قبيلة غفار. وبعد إسلام أبا ذر أمر رسول الله إنه يرجع لقبيلته حتى يوصل له أمر الدين الجديد. ولكن أبا ذر كان شخص طبيعته متمرد على الغلط، وقرر إنه يروح للبيت الحرام ويجهر بإسلامه. وفعلا عمل كده، ونادى بأعلى صوته بالشهادتين. وكانت دي أول صيحة بالإسلام في التاريخ، وتيجي من شخص غريب من بره مكة، ملهوش حسب ولا نسب ولا حد يحميه. وفعلا أحاط بيه المشركين وضربوه لحد ما وقعوه على الأرض، واللي أنقذه من بين إيديهم كان العباس عم النبي. فقال للمشركين: يا معشر قريش، إنكم تجار وطريقكم إلى غفار، وهذا الرجل من رجالهم، أن يحرض قوم عليكم يقطعوا على قوافلكم الطريق. وكان المفروض بعد اللي تعرض له أبو ذر من أذى إنه يرجع لقبيلته زي ما أمر الرسول. ولكنه في اليوم التاني بيلاقي سيدة بتتودد لصنمين اسمهم إساف ونائلة، فبيقف قصادها وبيشتم الصنمين بصوت عالي. فبتخاف منه السيدة وبتصرخ، وبتجمع عليهم مشركين تاني وبيضربوه لحد ما بيفقد وعيه. ولما يعرف سيدنا رسول الله اللي حصل لأبا ذر، بيروح له لحد مكان استضافته في مكة وبيقول له إنه يرجع لقبيلته. ولما يسمع بظهور الدين الجديد يرجع تاني يؤدي دوره في سبيل الله. وفعلا بيرجع أبا ذر لقبيلته، ويبدأ يكلمهم عن النبي اللي ظهر في مكة والدين الجديد اللي بيدعو لعبادة الله الواحد وبيهدي لمكارم الأخلاق. وبيدخل قومه واحد ورا واحد في الإسلام لحد ما بتسلم القبيلة كلها. ومش بيكتفيش أبا ذر بقبيلته، لكنه بينتقل لقبيلة أسلم اللي ديارها بالقرب من قبيلة غفار، وبرضه بتشتغل في السرقة وقطع الطريق. ويبدأ يكلمهم عن حلاوة الإسلام والدين الجديد. وربنا برضه بيكتب لكل أهل قبيلة أسلم الإسلام على إيد الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. وبتتابع الأيام رحلتها، وبيهاجر رسول الله وبيستقر في المدينة. وفي يوم من الأيام والمسلمين خارجين من صلاة العصر، بيتفاجئ المسلمين بصفوف من البشر في طريقهم للمدينة، ولولا تكبيرهم لافتكرتهم جيش من جيوش الشرك. وبيوصلوا لحد مسجد رسول الله، وفي مقدمتهم أبا ذر الغفاري. وتزيد دهشة رسول الله وكل المسلمين، فقدامهم كان واقف قبيلتي غفار وأسلم، مسلمين مبايعين لرسول الله. فقال رسول الله مقولته الشهيرة: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.